السلام عليكم، كي دايرين؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. بغيت نتقاسم معكم الوصفه ديال لي مادلين اللي كيجيو خطر، كيجيو صراحه رائعين، احسن من دوك اللي كنشروهم هنا برا. وهكا كنديروا لوليداتنا شي حاجه اللي صحيه. نبداو على بركه الله. ناخذ هنايا جوج ديال البيضات كيف ما كتشوفوا معايا. بالنسبه للسكر ثاني خديت 100 غرام، اللي كيبغي بالغرامات، اللي كيبغي هكذا العبر ديال الكاس، راه كاس ديال العنبه، داك الكاس المتوسط ماشي الكبير ديال العنبه. بالنسبه للحليب خديت 90 ديال الغرام، يعني 90 ملي. هي كاس قل واحد شويه ديال كاس العنبه المتوسط. والزيت خديت نص كاس، هي 50 ملي. وبالنسبه للكاس راه كاس ديال العنبه ولكن المتوسط ماشي الكبير. جوج خمارات ديال الحلوى. خديت هنايا مبشور حامضه، ما بغيتش نستعمل الفاني، استعملت الحامض لان الحامض كيجي خطير في هذه الوصفه. من بعد خديت جوج ديال الكيسان ديال العنبه المتوسط، ما يعادل 200 غرام ديال الدقيق الخاص بالحلويات. من بعد انا غادي نحط لكم هنايا، انا غنخلي لكم المقادير كلها مكتوبه في صندوق الوصف مضبوطه كيف ما كتشوفوا هنايا. حركنا داك البيض مزيان، من بعد ناخذ داك السكر حتى هو غنضيفوا ليهم، غنحركوه. هنا بغيتي ديريهم بالطراب الكهربائي فراه يمكن لك ديريهم، بغيتي ديريهم هكذا عادي راك ديريهم عادي. يعني هاد الوصفه بالنسبه لها ساهله، ما فيهاش بزاف تاع التعقيدات. خديت داك الحليب حتى هو غادي نزيدو في الخليط ديالي. المهم اي حاجه كنزيدوها راه نخلطوها حتى كتندمج لنا مع المقادير الاخرى. عاد كنزيدو عاد كنزيدو يعني الحاجه الاخرى كذا باش كنضمنوا ان الكيك ديالنا كيجي ناجح. يعني ما شاء الله هاد المقادير ديال قياس جوج بيضات راه عطاوني بزاف ديال لي مادلين. بالنسبه للدقيق هنا تقطع لي المقدار، المهم هنا خديت جوج كيسان وضفتهم، ضفت لهم الخميره كيف ما كتشوفوا هنايا. صافي ضربت عادي. هنايا بالنسبه لاي مادلين كنتي غادي دير اي وصفه غادي نخليوه من بعد ما ندخلوش ديريكت للفران، غادي نحطوه في الثلاجه واحد ربع ساعه نص ساعه. يعني كان شحال ما بقى في الثلاجه راه مزيان. فاش كيدخل الفران كيكون الفران سخون، كيدخل كيتشوك هذاك المادلين وكيطلع لنا كيف ما كتشوفوا هنايا. انا هنايا خديت المول ديال لي مادلين، دهنته بالزبده والدقيق، غبرته بالدقيق. غناخذوا معلقه غنديروها في يعني في هذاك الجهه، غناخذوا غير معلقه هكذا ما عمراش بزاف، من بعد راه غادي تنفخوا كيف ما كتلاحظوا. بغيتي ديري غير الزيت وديري فيهم دهنيهم بالزيت راه يمكن لك، راه ما كيلصقوا ما والو. يعني انا هنا راه درت بالزبده ودرت الدقيق، ومن بعد راه درت عاوتاني الزيت. يعني جربتهم بجوج راه بجوج بهم ما كيلصقوش كيف ما كتشوفوا هنا. صافي نكملوا الخليط ديالنا على هذه الطريقه. غنديروا معلقه في الجهه. نتمنى تكون الصوره موضحه. كيف ما كتشوفوا كنعتذر الى هكا الاصوات ولا شي حاجه، كنعتذر. وبالنسبه ليا انا شي وحدين كنت عمرتهم بزاف ما جاوش في الشكل زوينين. كيف قلت لكم يعني العبار المناسب لهاد لي مادلين هاد المول فراه هو معلقه ما عمراش، هو العبار المناسب ليه. صافي كنكملوا الخليط ديالنا على هاد الشكل حتى كنكملوا كل شيء. الفران ديالنا راه مسخن من قبل، انا درتو كيسخن باش اين ندخل ليه هاد المادلين كيتشوكا وكيطلع لينا. راه كياخد المده ديال الطياب ما كيتعداش 15 دقيقه كيكون طايب. صافي هنايا هو المادلين ديالي خرجته. بالنسبه لي انا درت حساب الكاكاو نفس الخليط، غير هي حيت من الدقيق حيت واحد 20 غرام، زدتها تقريبا هكا معلقه ديال بودره ديال الكاكاو. كيف ما كتشوفوا هنا ناخذ شويه سكر ثقيل غادي نديرو فوق منهم، كيجي هكا زوين. بغيتي تقدميه هكا كمنظر راه كيجي زوين، بغيتي تخليهم عادي فراه كيبقى لك الاختيار.
كيجي زوين صراحة الله، كيجي رائع. كنعطيوه لوليداتنا يديه معاهم للكوتي، أو نديروه حنايا هنا لينا في الدار. كيجي شي حاجة اللي زوينة. نتمنى تكون عجباتكم الوصفة، ونتمنى تطبقوها وتردوا عليا الخبر. نخليكم ان شاء الله نتلاقاو في فيديو اخر. ما تنساونيش بواحد لايك، ابوني، خليوا لي شي كومونتير الا جربتوها. شكرا. وانا هنايا غنتيستي معكم لي مادلين ديالي كيف جاو. شوفوا كيجيو هشاشين، كيجيو كيف الغيمه.